تعرفوا ان المنصورة اول ما ظهرت كمدينة ما كانش اسمها المنصورة، كان اسمها جزيرة الورد، لانها كانت جزيرة متحوطة من النيل من 3 جهات، وكان فيها اكبر حدائق للورد في مصر. المدينة دي اللي بناها الملك الكامل، وده كان واحد من ملوك الدولة الايوبية سنة 1219 ميلادية. طب ليه اتسمت المنصورة؟ علشان انتصر فيها الجيش المصري على الصليبيين سنة 1250. ومش بس كده، شايفين الباب ده؟ اهو الباب ده موجود في المنصورة، واللي عاش وراه ملك فرنسا لويس التاسع كأسير لمدة شهر بحاله بعد هزيمة الصليبيين، لحد ما مراته بقى جت دفعت الفدية وخرجته. طب وليه الصليبيين هجموا على مصر اصلا؟ كانوا شايفين ان مصر هي اللي منعاهم من السيطرة على بيت المقدس وبتتصدى ليهم بكل قوتها، يبقى لازم نهجم على مصر. وبدأ زحفهم فعلا ناحية مدينة دمياط، وبعتوا رسالة ساعتها للسلطان الصالح ايوب وبيقولوا له ان هو يستسلم، وطبعا السلطان رفض. فدارت معركة قوية جدا بين المصريين والصليبيين، انتهت للأسف بهزيمة المصريين، وقدر الصليبيين ان هم يحتلوا مدينة دمياط. المصريين يسكتوا؟ ابدا، عامة الشعب من كل المحافظات راحوا متطوعين وجريوا جري على المكان اللي فيه الغزاة، وقامت حرب عصابات. كان المصريين المتطوعين بيتسللوا للمعسكر الصليبي بالليل، يقتلوا الجنود ويهربوا برؤوسهم. الصليبيين يصحوا الصبح يلاقوا الجنود بتوعهم مقتولين، وده كان بيسبب لهم حالة من الرعب قوية جدا، لدرجة ان المؤرخ الفرنسي جوانفيل قال في كتابه ان الصليبيين كانوا بيخافوا من هجمات المتطوعين المصريين عليهم اكتر من خوفهم من الجنود المصريين نفسهم. في الوقت ده مات السلطان الصالح ايوب. لما عرف الصليبيين الموضوع ده فرحوا جدا، قال لك بس مصر دلوقتي بيحكمها واحده ست اللي هي شجر الدر، ومعاها الامير فخر الدين، وده قائد عسكري بس كبير في السن. مصر خلاص وقعت في ايدينا مفيش كلام. لكنهم ما كانوش يعرفوا ان الجيش المصري كان ليه راي تاني. القائد المملوكي بابرس عمل خطه قدر يخدع بيها الصليبيين، فتح باب من ابواب المنصوره، وامر ساعتها الجنود والمتطوعين انهم ما يتحركوش خالص ويسكتوا نهائي، عشان يفتكر الصليبيين ان المصريين انسحبوا زي ما حصل في دمياط. وفعلا بلع الصليبيين الطعم، وراحوا داخلين من الباب بقلب جامد على امل ان هم يوصلوا لقصر السلطان. اتفاجئوا بالجنود المصريين طالعين عليهم بالسيوف والرماح، رافعين شعار يا قاتل يا مقتول، لدرجه ان المتطوعين المصريين ما كانش عندهم خوذ تحميهم. عملوا ايه؟ راحوا جايبين الطاسات الحديد بتاعه الاكل وحطوها على دماغهم عشان تحميهم، وراحوا واخدين لك شويه طوب وحجاره ورموها على الصليبيين. وفين يوجعك؟ في نفس الوقت ده المسلمين سدوا طريق العوده على الصليبيين بالخشب والمتاريس، فلقى الصليبيين نفسهم محاصرين في النص ميتين، لدرجه ان في بعض الصليبيين فضلوا ان هم يرموا نفسهم في النيل ويموتوا غرقانين احسن ما يموتوا على ايد المصريين. ومعركه المنصوره دي هي اللي جابت النهيه للحملات الصليبيه على المنطقه العربيه كلها. اللوحات اللي بتجسد الملحمة التاريخية دي، وبعض المقتنيات للجنود والأسلحة اللي استخدموها في الحرب، وتمثال الملك لويس التاسع وهو أسير، كل ده هتلاقوه متسجل في متحف المنصورة القومي اللي في شارع بورسعيد.